تتخيل معايا كده سلاح مش محتاج جواز سفر، بيعدي أي حدود في صمت تام، وممكن أي حد فينا يستخدمه من ورا الكيبورد بتاعته. ده عالم الإرهاب السيبراني اللي هنتكلم عنه النهاردة. والمخيف أكتر في العالم ده إنه بيتطور، يعني أسرع بكتير من قدرتنا على فهمه أو حتى إننا نحط له قوانين. كل يوم في أداة جديدة وثغرة جديدة وتهديد جديد. تحليلنا النهاردة هنستلهمه من كتاب الإرهاب السيبراني للمؤلف محمد كمال. ومهمتنا مش بس إننا نعرف إيه هو الإرهاب السيبراني، لأ، إحنا عايزين نفككه ونفهم إزاي بيختلف عن أي تهديد تاني على الإنترنت. والأهم، إزاي التنظيمات الإرهابية دي قدرت تحول الإنترنت لساحة حرب متكاملة. بالظبط. يلا بينا نبتدي. وخلينا نبتدي من أكتر نقطة يعني بتعمل لخبطة لناس كتير، وهي التعريف نفسه. دي حقيقة. كلمة إرهاب سيبراني بنسمعها في كل حتة، في الأخبار، في الأفلام، بس بحس إنها بقت كلمة واسعة قوي. هل أي اختراق كبير بيعمل فوضى يعتبر إرهاب سيبراني؟ لا، وده سؤال ممتاز. هو مش أي اختراق وخلاص. بص، الإرهاب السيبراني هو التقاء دقيق بين عالمين. الإرهاب التقليدي اللي هدفه الأساسي هو إنه يخلق حالة من الرعب الشديد عشان يحقق أهداف سياسية. تمام. وعالم الفضاء السيبراني اللي هو الإنترنت بكل أدواته وشبكاته. يعني هو استخدام أدوات القرصنة دي بس لتحقيق أهداف إرهابية على الأرض. بالظبط كده. المصدر بيقدم تعريف واضح لواحدة من أهم الخبراء في المجال ده، اسمها دوروثي دينينج. هي بتقول إنه عمليات قرصنة ليها دوافع سياسية، هدفها إنها تسبب أضرار جسيمة، أضرار زي إيه؟ زي خسائر في الأرواح أو أضرار اقتصادية ضخمة جدا. خد بالك، هي ربطت 3 حاجات ببعض: قرصنة، دافع سياسي، وضرر جسيم. بس لحظة، يعني أي هجوم إلكتروني كبير ممكن يسبب ذعر وخسائر اقتصادية، وممكن يبقى ليه تبعات سياسية حتى لو مش ده الهدف. فين الخط الفاصل؟ بالظبط. يعني لو مجموعة مجرمين عطلوا شبكة كهرباء لمدينة كاملة عشان يطلبوا فدية، ده بيسبب رعب وخوف. هل ده كده إرهاب سيبراني؟ سؤال مهم جدا، وهو ده قلب الموضوع كله. الخط الفاصل هو النية أو الدافع. في المثال اللي قلته ده، دافع المجرمين هو الفلوس. مادي بحت. تماما. الرعب هنا هو أثر جانبي أو أداة ضغط عشان ياخدوا الفلوس. لكن في الإرهاب السيبراني، الرعب هو المنتج النهائي نفسه. الهدف مش الفلوس، الهدف هو الرسالة السياسية اللي بتوصلها من خلال الهجوم. إنه يفقد الناس الثقة في حكومتهم مثلا. بالظبط، إن المواطنين يفقدوا الثقة في قدرة الدولة على حمايتهم. فالدافع هو اللي بيحول الفعل من مجرد جريمة إلكترونية خطيرة لعمل مرهابي. فهمت. يعني الدافع هو مفتاح كل حاجة، وده بيفتح الباب على نقطة تانية مهمة جدا في الكتاب، وهي إنه في مصطلحات تانية كتير بتدخل في بعضها وبتعمل تشويش كبير، ولما بنفرق بينهم الصورة كلها بتوضح. عندنا جريمة سيبرانية وحرب سيبرانية، وكمان مصطلح جديد شوية اسمه هاكتيفيزم أو هاكتيفيزم. خلينا نفصص الفروق دي. طيب، المصدر بيقدم تقسيم بسيط وفعال جدا بناء على حاجتين: مين الفاعل وإيه الدافع. نبدأ بأبسط واحدة، الجريمة السيبرانية. الظما والدافع في 99% من الحالات مادي بحت. فلوس. الكتاب بيدي مثال كلاسيكي جدا، وهو قصة واحد اسمه ألبرت جونزاليز. الراجل ده مش إرهابي، ده مجرم. قدر يخترق أنظمة شركات ويسرق بيانات أكتر من 170 مليون كارت ائتمان. يا نهار أبيض. رقم ضخم جدا. هدفه كان واضح ومباشر: يبيع البيانات دي ويكسب ملايين. دي جريمة سيبرانية تكست بوك زي ما بيقولوا. تمام. نخش على اللي بعده، الحرب السيبرانية. من الاسم كده الموضوع بقى أكبر بكتير. هنا الفاعل بيكون دولة أو جهة بتشتغل لصالح دولة، والهدف استراتيجي ضد دولة تانية. الهجوم بيكون على البنية التحتية الحساسة، زي شبكات الكهرباء والأنظمة المالية. بالظبط، أو منشآت عسكرية، أو حتى عمليات تجسس وسرقة أسرار دولة. المصدر بيذكر واقعة اختراق شركة سوني بيكتشرز سنة 2014 كمثال. وقتها تم اتهام كوريا الشمالية بالوقوف وراء الهجوم كرد على فيلم كانت الشركة هتنتجه. ده صراع بين دول بس في الفضاء الرقمي. يعني دي تعتبر عمليات عسكرية بس بأدوات مختلفة، بالكيبورد بدل الصواريخ. نيجي بقى للمصطلح الثالث اللي ممكن يكون غريب شوية، الهاكتيفيزم.
الهاكتيفيزم دي كلمة مدموجة من هاكينج وأكتيفيزم، يعني القرصنة والنشاط الحقوقي أو السياسي. هنا الدافع سياسي أو أيديولوجي زي الإرهابي بالظبط، لكن الهدف مختلف تماماً. الهدف مش إحداث عنف أو دمار مادي، الهدف هو الاحتجاج، لفت الانتباه لقضية معينة أو توصيل رسالة سياسية. زي مجموعة أنونيمس اللي الكتاب بيشير ليها. بنسمع عنهم دايما إنهم بيعطلوا مواقع حكومية أو مواقع شركات ضخمة عشان يعترضوا على سياسات معينة. بالظبط. بس هنا في نقطة مهمة قوي لازم نقف عندها. صحيح هدفهم مش العنف، بس من وجهة نظر الشركة اللي موقعها وقع أو الحكومة اللي بياناتها اتسربت، ده ضرر حقيقي. الخط الفاصل بين الهاكتيفيزم والإرهاب السيبرني ممكن يبقى رفيع جدا. دي نقطة كنت لسه هسأل عليها. يعني لو مجموعة هاكتيفيست قررت إن قضيتها عادلة لدرجة إنها تبرر إيقاف شبكة مستشفيات عشان توصل رسالتها، فاللحظة دي مش بتتحول لحاجة تانية أخطر؟ ثماناً، وهنا بيجي دور القانون والنوايا. الهاكتيفيست النموذجي بيحاول يتجنب الضرر المادي المباشر على الأفراد، لكن الإرهابي السيبراني بيسعى للضرر ده عمداً. الإرهابي عايز يشوف الناس بتتأذى عشان يوصل رسالته. وهنا بنرجع لتعريف الإرهاب السيبراني. بالظبط. الفاعل جماعة غير حكومية، الدافع سياسي أو أيديولوجي، والهدف هو استخدام الأدوات دي عشان يسببوا رعب أو ضرر مادي جسيم. ولما بنجمع كل ده على بعض، الصورة بتبدأ تبقى مقلقة أكتر. إزاي التنظيمات دي بتستغل الإنترنت في الواقع؟ الموضوع طلع مش بس إنهم ممكن يفجروا محطة كهرباء من لابتوب زي ما الأفلام بتصور. الصورة السينمائية دي مبسطة زيادة عن اللزوم. الواقع أعقد وأخطر، لأن الإنترنت ما بقاش مجرد أداة بيستخدموها، ده بقى الجهاز العصبي لكل عملياتهم. جملة الجهاز العصبي دي قوية. الكتاب بيقسم استخداماتهم لوظائف رئيسية، خلينا نمشي معاها. أول وأهم وظيفة الدعاية والتجنيد. دي يمكن أكبر وأخطر استخدام ليهم حالياً. تنظيم داعش تحديداً كان عنده احترافية مرعبة في النقطة دي. ما كانتش مجرد فيديوهات رديئة بكاميرا موبايل، لا، دي كانت فيديوهات بجودة سينمائية بتصوير احترافي ومونتاج ومؤثرات صوتية. كانوا بيصدروا مجلات إلكترونية زي ضابق مكتوبة بلغات مختلفة وبتخاطب فئات معينة، وكانوا بيستخدموا كل منصات السوشيال ميديا، مش بس عشان ينشروا، لا، عشان يستهدفوا الشباب الصغير اللي حاسس بالتهميش. الفكرة كلها في خلق رواية بديلة يعني. بالظبط، رواية بديلة جذابة ومؤثرة. وده اللي بيخلي الموضوع مرعب فعلا. الدعاية دي مش محصورة في منطقة جغرافية معينة، دي بتدخل كل بيت في العالم فيه إنترنت. الكتاب بيقدم مثال صادم جدا، قصة كولين لاروز أو جهاد جين. دي مواطنة أمريكية عادية من بنسلفانيا. قصة لا تصدق. تم تجنيدها بالكامل أونلاين. كل عملية غسيل المخ والتحول من مواطنة عادية لشخص بيخطط لاغتيال رسام كاريكاتير في السويد، كل ده تم من خلال شاشة كمبيوتر، من غير ما تقابل أي حد منهم وجها لوجه ولا مرة. ده بيغير شكل الحرب تماما. خط المواجهة ما بقاش في صحراء بعيدة، بقى في غرفة معيشة أي حد. طيب، دي الدعاية. الوظيفة التانية التدريب. الإنترنت بقى معسكر تدريب افتراضي مفتوح 24 ساعة. بدل ما المجند الجديد يسافر لبلد تانية عشان يتدرب، كل حاجة بتجيله لحد عنده، ملفات PDF وفيديوهات. المصدر بيوضح وجود كتيبات أونلاين بتشرح بالتفصيل إزاي تصنع متفجرات من مواد بسيطة موجودة في أي بيت. بس هل التدريب ده فعال بجد؟ يعني هل ممكن حد يتعلم إزاي يبقى إرهابي من على النت؟ بص، الهدف هنا مش إنه يخلق مقاتل محترف. الهدف هو تمكين اللي بنسميهم الذئاب المنفردة. هو بيدي لشخص واحد عنده استعداد للعنف الأدوات الأولية اللي تخليه قادر ينفذ هجوم بسيط لكن مميت. يعني بيسهلوا الموضوع لأقصى درجة. بالظبط. مجلة إنسباير اللي كان بيصدرها تنظيم القاعدة كان فيها مقال شهير اسمه Make a bomb in the kitchen of your mom. الفكرة هي إنزال مستوى العنف لأبسط صورة ممكنة عشان أي حد يقدر ينفذه. مرعب. طيب، عندهم دعاية وتجنيد وتدريب، فاضل أهم خطوة، التخطيط والتواصل. إزاي بينسقوا مع بعض من غير ما يتم كشفهم؟ قاد زي تيليجرام. التطبيقات دي بتوفر خاصية اسمها end-to-end encryption، تشفير من الطرف للطرف. بالظبط. يعني الرسالة بتتشفر من موبايل المرسل وما بتتفكش غير على موبايل المستقبل، حتى الشركة نفسها ما تقدرش تقراها.
الكتاب بيذكر تفاصيل دقيقة عن إزاي منفذو هجمات باريس في 2015 استخدموا قنوات مشفرة خاصة على تليجرام عشان ينسقوا تحركاتهم لحظة بلحظة. وده بيحط شركات التكنولوجيا في موقف صعب جدا، معضلة بين خصوصية المستخدمين والأمن القومي. تماماً. وآخر وظيفة أساسية هي التمويل. حتى طرق جمع الفلوس اتطورت. المصدر بيتكلم عن حملات تبرع أونلاين تحت غطاء جمعيات خيرية وهمية، والأخطر هو استخدام العملات المشفرة زي البيتكوين. عشان صعب تتبعها. صعب جدا مقارنة بالتحويلات البنكية التقليدية اللي عليها رقابة شديدة. يعني لما نجمع كل ده، دعاية، تجنيد، تدريب، تواصل وتمويل، الموضوع كأنه شركة متكاملة ليها أقسام مختلفة وكلها شغالة أونلاين. هل في تنظيم قدر يجمع كل ده ويحوله لآلة حرب رقمية منظمة؟ للأسف وهنا الكتاب بينقلنا لنقطة محورية، وهي قصة داعش وما يسمى بالخلافة السيبرانية أو سايبر كاليفيت. داعش أدرك من البداية إن الحرب الإعلامية والنفسية على الإنترنت مش أقل أهمية من الحرب على الأرض. ومين اللي كان ورا الفكرة دي؟ المصدر بيسلط الضوء على شخصية رئيسية، وهو هاكر بريطاني اسمه جنيد حسين. ده ما كانش مجرد مقاتل عادي، ده كان هاكر معروف عند السلطات البريطانية، وسافر سوريا في 2013 وانضم لداعش، وهناك هو اللي أسس الذراع الإلكتروني للتنظيم. هو كان العقل المدبر يعني. هو كان العقل المدبر ورا تحويل أنشطتهم الإلكترونية من مجرد دعاية عشوائية لعمليات منظمة. وإيه أبرز العمليات اللي عملتها المجموعة دي؟ المجموعة دي شنت هجمات كتير هدفها الأساسي كان الصدمة الإعلامية. اخترقوا حسابات تويتر ويوتيوب تابعة للقيادة المركزية للجيش الأمريكي ونشروا عليها دعاية لداعش. لكن الهجوم الأبرز كان اختراق قناة TV5 موند الفرنسية في إبريل 2015. أنا فاكر الحادثة دي كانت حاجة كبيرة وقتها. كانت ضخمة. هم مش بس اخترقوا مواقع القناة على الإنترنت، هم قدروا يوقفوا بس 11 قناة تلفزيونية تابعة للشبكة عن الهوا لساعات. ياه! تخيل إنك قاعد في بيتك بتتفرج على قناة وطنية وفجأة الشاشة تسود ويظهر عليها علم داعش. التأثير النفسي لعملية زي دي أكبر بكتير من أي ضرر تقني. دي رسالة بتقول إحنا قادرين نوصلكم جوه بيوتكم. وهنا النقطة المهمة اللي الكتاب بيوضحها، صح؟ إن قوتهم الحقيقية ما كانتش في مدى تعقيد مهاراتهم التقنية. بالظبط. الكتاب بيوضح إن مهاراتهم التقنية لو قارناها بالهاكرز اللي بتدعمهم دول زي روسيا أو الصين تعتبر متوسطة، لكن عبقريتهم الشيطانية كانت في استخدام الهجمات دي كجزء من حرب نفسية وإعلامية أوسع. قدروا يخلقوا انطباع بوجود قوة سيبرانية مرعبة. السمعة نفسها بقت سلاح؟ بالظبط. السمعة كانت سلاح أقوى من أي فيروس كمبيوتر. إذن لو حبينا نلخص كل اللي ناقشناه، إيه الخلاصة الأهم اللي نطلع بيها؟ الخلاصة مش إن الإرهابيين بيستخدموا الإنترنت، دي معلومة قديمة. الخلاصة الحقيقية زي ما فهمنا من المصدر هي إنهم حولوا الإنترنت لجهاز عصبي متكامل. الإنترنت بقى هو قسم الموارد البشرية اللي بيجندوا منه، والجامعة اللي بيدربوا فيها، والبنك اللي بيمولوا منه، ومركز القيادة والسيطرة. هم مش مجرد بيستخدموا الإنترنت، هم حرفياً عايشين عليه. وده بيخلي مواجهتهم أصعب بكتير، لأنك بتحارب شبح ملوش حدود جغرافية. والتحدي الأكبر زي ما الكتاب بيوضح هو طبيعة الإنترنت المفتوحة. مفيش جهة واحدة بتملك الإنترنت أو بتسيطر عليه. ده فضاء عالمي مفتوح ومتاح للجميع، الصالح والطالح. يعني المواجهة لازم تكون دولية. بالظبط. بتحتاج تعاون دولي غير مسبوق، لأن الهجوم اللي بيتم التخطيط ليه في بلد ممكن يتنفذ في بلد تانية ويستهدف بلد تالتة، والسيرفرات تكون في بلد رابعة. الكتاب بيشير في النهاية النقطة بتفتح الباب لسؤال أخير مثير جدا للتفكير، وهي إنه في ذروة قوة داعش الإلكترونية كان في معارك خفية بتحصل أونلاين بينهم وبين مجموعات هاكتيفيست زي أنونيمس اللي أعلنوا الحرب على داعش. وده بيخليني أفكر نقطة مثيرة جدا. في حربنا ضد التطرف على الإنترنت، مين هم الجنود الرقميون الحقيقيون؟ وهل ممكن مجموعات زي دي تكون جزء من الحل؟ وشكل الجبهة في النوع الجديد ده من الحروب عامل إزاي أصلاً؟ سؤال مفتوح.